يا سلام عليك. الله يسلمك. من الأصعب بالتعلم، آلة العود لو الكمان؟ طبعا هذا السؤال دائما يعني اي عازف ينسأل عليه. مم. طبعا ماكو آلة صعبة وآلة سهلة. يعني بس اكو فرق، يعني احنا بدنا نتحدث عن آلة من 4 أوتار على آلة من 5 أوتار أو 6 أوتار، أوتار نعم. مزدوجة هاي أوتارها مفردة، يعني اكو فروقات تحس انه هاي اسهل، الابعاد بين الاصابع. يعني من خلال خبرتي ومن خلال ممارستي على آلة العود وآلة الكمان انا ما شفت بها نهائيا اي فرق. زين، كونك تدريسي، اكيد. النتائج كانت اسرع مع آلة الكمان لو العود؟ لا اكيد يعني النتائج هي تختلف، يعني من عازف لعازف اكيد تختلف. خلينا نتحدث عن المستوى الطبيعي، الرينج المستوى الطبيعي للاستيعاب. اكيد يعني انا اشوف استيعاب لآلة العود اكثر من استيعاب لآلة الكمان. اكثر من اكثر. شنو ليش؟ السبب؟ لان ابعاد الآلة الموسيقية تعطيك ابعاد اكثر. مثل ما قلت انه آلة العود قابله للتطوير، يعني انا اقدر اسويها مثلا 5 اوتار هي الستاندر مالتها المتعارف عليه، لكن انا اقدر اضيف السادس موجود، السابع يعني اكو مثلا العود الثمان بالضبط اوتار. بالضبط. واكو بس هاي عازف مراحل متقدمه جدا، احنا نتحدث عن المرحله للعزف الطبيعي النورمال. النورمال مالتها مثلا الاستيعاب مالتها هو اكثر 6. اكثر 6 أو 5. الستاندر 6 أو الطبيعي 5 اللي بالضبط. احنا المتعارف عليه 5. 5. فتتبع انه مثلا آلة الكمان، لا آلة الكمان هي الستاندر مالتها من اليوم، يعني نقول عليه مثلا صارت آلة الكمان هي 4 أوتار. شنو